يا صباح العسل، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده يا بنات قريب قوي لقلبي، وانا متاكده ان انتوا كمان هتحبوه جدا، عشان هشارك معاكم من اسهل واخف واحب الحلويات لقلوبنا، وهي الحلويات البارده اللي بتكون جاهزه في وقت قصير، مش محتاجه ان احنا نقف كتير في المطبخ، ومش محتاجين ان احنا نشغل الفرن، بالذات ان الجو حر وعايزين حلويات كده تكون خفيفه وترطب على قلوبنا. وكمان لو عندك بقى ضيوف، عندك حفلات عيد ميلاد، ولادك بيحبوا الحلويات وعايزه تعملي حاجه سريعه، فانا متاكده ان الحلا ده هو المناسب جدا. اذا كنتم بقى بتشوفوني لاول مره، فانا رنا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، ومع رنا رضا مش هتقدر تبربش عينيك. ندخل بقى في المكونات على طول. اول مكون هستخدمه يا بنات الجيلي. انا هنا عملت صينيتين، استخدمت 3 باكت جيلي. لو هتعملي صينيه واحده بس يبقى كفايه 2 باكت جيلي. ال3 باكت جيلي ضفت عليهم 3 معالق كبار من السكر، و3 اكواب من الميه المغليه. لو هتستخدمي 2 باكت جيلي يبقى معلقتين سكر وكوبايتين ميه مغليه. قلبتهم كويس قوي. بعد كده هضيف عليهم 3 اكواب من الميه البارده، سواء بقى من الحنفيه، عندك ميه بارده في التلاجة اللي موجود عندك. طيب هنا كده بمعدل ان باكت الجيلي يا بنات عليه معلقه سكر، عليه مع كوبايه ميه مغليه وكوبايه ميه بارده. بس طبعا انا قلت لكم انا هعمل هنا صينيتين. جبت بقى الصينيه، وممكن على فكره لو اكواب، كاسات، اطباق من بتاعه الخشاف اللي هي بتاعه الجيلي والحاجات دي، اي حاجه هتمشي. دخلتها التلاجة المفروض، لكن انا عشان كنت مستعجله دخلت الصينيه الفريزر لحد ما تماسكت، وبعد كده خرجتها عشان ارص الطبقه التانية، وهتكون عباره عن بسكوت ساده. هبدا ان انا ارص طبقتين، مش هبلها في حليب ولا في اي حاجه، لا، البسكوت هيرطب من الجيلي ومن المكونات اللي احنا لسه هنضيفها في باقي الوصفه. حتى لو البسكوت متكسر تمام يمشي الحال، اي حاجه موجوده عندك. للطبقه التانية بقى، التالتة قصدي، 2 باكت من الكريم شانتيه. انا برضو 2 باكت ده على فكرة للصينيتين، فممكن لو باكت واحد بس هيكفي صينية واحدة. ضفت عليهم كده نص كوباية من المية المتلجة، تكون مية ساقعة جامد يعني. ونسيت اقول لكم في الاول ان الجيلي اللي انا عملته يا بنات اخدت منه كوباية وشلتها على جنب. يبقى الجيلي اللي احنا هنعمله هناخد منه كوباية الاول، وبعد كده هنبدأ نصب الجيلي في الصينية او في القوارب او في الكوبايات ايا كان. وبعد ما ضربنا الكريم شانتيه مع المية الساقعة، ضربته كمان مع الجيلي، وهبدأ ان انا اصب الطبقة التالتة. طبعا سمك الطبقات ده يرجع لك انت، حسب بقى مقاس الصينية وحسب ارتفاع الطبقة اللي انت عايزاها ايه. هبدأ بقى ان انا اساوي كده الطبقة بالاسباتيلا او باي حاجة موجودة عندك. حاولي كده ان انت تظبطي السطح وتخليه متساوي. طبعا انا الكميه دي اللي انا عملتها يا بنات عملت معايا الصينيه الطويله والصينيه المدوره اللي انتوا شفتوها في بدايه الفيديو، وهتشوفوها في نهايه الفيديو كمان. وانا مره كده في اي مقطع ريلز هنزل لكم ان شاء الله الصينيه المدوره وانا بجهزها. في الوقت ده يا بنات هبدأ بقى ان انا ازين. جبت كده مسطره، قسمت الصينيه بالنص عشان ازين. زيني باي حاجه موجوده عندك. انا لقيت عندي حبيبات الشوكولاته دي اللي هي الشوكليت تشيبس، زيني بيها. عايزه تدوبيها وتزيني بيها خطوط، عايزه اي حاجه موجوده عندك، مكسرات، زبيب، جوز الهند، تسيبيها كده من غير تزيين. تكسري بسكوت وفتفتيه كده، يكون عندك كام قطعه من البسكوت الباقيين من الوصفه، اعمليهم على الوش. اي حاجه هتنفع في الوصفه يا بنات، او زيني بقى، عيشي حياتك يعني. طلعي الفن بقى اللي جواكي والابداع في التزيين. الجنب التاني بقى حبيت ان انا اقسمها كده النصين او اعمل شكل يعني مختلف شويه. كسرت بقى قطع بسكوت وبدات ان انا ازينها كده واقسمها لنصين. فانتوا بقى زينوا براحتكم خالص. اما الصينيه المدوره لو كنتم اخدتوا بالكم، انا رشيت شويه بسكوت وعليها شويه شوكليت شيبس برضو، في اي حاجه هتمشي الحال. طبعا بتتحط في التلاجة كده لما تتماسك تماما، على الأقل يا بنات المفروض 6 ساعات. أو عشان بقى تعملوها قطع، لو انتوا كنتوا عايزين تخرجوها قطع، يا ريت لو تبات ليلة كاملة في التلاجة. لكن أنا صراحة كنت مستعجلة عايزة أصور، ومش أنا لوحدي، ده الولاد الآخرين مستعجلين مش صابرين ابدا. فاضطريت ان انا اقدمها بدري، فما كانتش ماسكه نفسها قوي طبقه الجيلي معايا. لكن انتم ممكن لو سبتوها ليله كامله في التلاجة هتطلعوها قطع حلوه تمام. دي يا بنات كانت الصينيه المدوره.
شايفين الطبقات مع بعضها التناغم؟ بصي، وحاجة كده البسكوت مع الكريم شانتيه مع الجيلي بينهم تناغم كده، وكانت تحفة. اما بقى الصينية المدورة قطعيها قطع، وممكن تقدميها قطع زي ما انت عايزة، لكن لو عايزة تقدميها قطع تكون متماسكة فعلا وشكلها حلو كده، سيبيها يوم كامل في التلاجة او ليلة. يعني انت مثلا لو عملتها النهاردة الظهر مثلا زي انا ما عملتها كده، خليها لتاني يوم الصبح تبدأي ان انت تاخدي منها، تلاقي القطعة متماسكة جدا. لان طبعا احنا عارفين ان الجيلي على الاقل 6 ساعات، لكن انا عملتها الظهر واحنا دلوقتي بعد العصر، فما تماسكتش قوي يعني. كانت بالمنظر ده، طعمها حكاية، لازم تجربوها يا بنات. قد ايه طعمها حلو جدا، وفي تناسق كده وتناغم ما بين الطبقات، وطعمها فعلا كان جميل. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. اعملوا لايك للفيديو يا بنات، وسيبوا لي رايكم في كومنت، اي كومنت حلو منكم كده، ويا ريت تعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل لعدد كبير للناس. اتمنى السعادة والخير للجميع. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.